مش عارف، انا مش حاسس ارني سلوت. هو ارني سلوت السنه دي طبعا ليك حق، انت اللي بتشجع ليفربول تحس اللي هو احنا هنفضل طول الماتشات لعب كام 5 ماتشات بيكسب الخمسه في اخر 10 دقائق. الخمسه بيكسبهم بنفس الطريقه. بس خلينا نقول الماتش ده الوحيد اللي ليفربول لعبت لحد ما كويس. حتى انا قلت لك واحنا بنتفرج ليفربول محتاج يدوق فكره اللي هو يلعب كويس ويخسر النقط، بالظبط. بس هو كسب برضه النقط وده المهم. هو بيعرف يكسب على انفيلد. لعيبه كانت كويسه، بس انا عندي مشكله في خط الدفاع، عندي مشكله في خط النص برضو، مش اللي هو مش اللعيبه الديفندرات اللي بتقفلها خط النص. اتلتيكو مدريد الاجلي فوتبول بتاعت سيميوني، ليورنتي والتخصص. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. عوده بقى من بعيد والتوقف الدولي، وحلقه جديده من سلسله حلقات دبل شوت. توقف دولي ممل قوي، نمنا فيه شويه كده مع بعض. بس يلا بينا نرجع كده من بوابه دوري ابطال اوروبا. ودوري ابطال اوروبا بادئ حلو، بادئ بدايه ممتازه. الماتشات كلها حلوه، وزي ما انت قلت توقف دولي كان رخم وكان فيه شويه اصابات، فالموضوع كان بايخ زي اللي احنا متعودينه دايما الويك بتاع الفيفا ده. بس تشامبيونز ليج بتاعها كده نتكلم على ماتش. هنبتدي كده بالماتشات المهمه في الجوله، وابرز الماتشات اللي كان فيها كمان كوره حلوه وكان فيها اجوان. اول ماتش معانا كان افتتاحيه مناسبه لدوري ابطال اوروبا السيزون ده، اتلتيكو بلباو وارسنال. كان ماتش حلو. اتفرجت عليه. ارسنال بدايه قويه، سكواد متكامل، سوبر صب. كل التبديلات اللي عملها ارتيتا، تروسارد ومارتينيلي، واحد حط جون والتاني عمل له اسيست وهكذا. بالظبط، نزلوا قلبوا الماتش. ما فيش اول لمسه لمارتينيلي انفراد من نص الملعب، حط جون وعلى طول بعدها ب 10 دقائق الجون الثاني قضوا بيه على الماتش، مع انه كان ماتش صعب في اسبانيا يعني. لسه هقول لك مش ماتش سهل. بدايه قويه لارسنال، بدايه قويه، والصراحه ارسنال بقى من السنه اللي فاتت من ساعه ما خرج ريال مدريد هو بدا يثبت رجله ويحط رجله وبقى عنده خبره في الشامبيونز ليج. انا شايف انك تبدا اتلتيك بلباو قوي وتاخد 3 نقط ايزي زي ما بنقول 2-0 وماتش هادي كده وبعمل اداء، فده بدايه حلوه قوي لارتيتا. بالظبط، انا شايف ان هي بدايه مطمئنه لجمهور ارسنال والمقاول اللي بيبني الفريق بقاله شويه، فخلينا نشوف اللي هيحصل يعني في نهايه دوري الابطال. تاني ماتش وكان امتع ماتش في الجوله، اليوفي ودورتموند، عوده من بعيد. 4-4 ماتش. انت متخيل ان 8 اجوان جم في الشوط الثاني بس؟ ماتش جامد قوي، ويوفي اصلا كانت لسه عامله ماتش جامد قدام انتر وبرده خطفت الماتش بنفس الطريقه بالزبط. بس المره دي بقى ما خطفوش الماتش وما خطفوا التعادل. الفكره اللي اليوفي فريق حلو، بس انا حاسس ان المدرب محتاج يثق في الفريق اكتر من كده ويديهم. العيال عندها قدرات، والعيال لعيبه. الواد اسمه يلدز ولا اسمه ايه؟ كينان يلدز جامد قوي، الواد لمسته حلوه قوي وجوانه كلها حلوه. ماتش كان حلو طبعا. انت بس لو اتفرجت على الاجوان هتنبسط. وواد قديمي في دورتموند حلو قوي. يقول لي رايك في الماتش. انا شايف الماتش حلو، انا اتفرجت على الماتش كامل على فكره، كنت ساب ماتش ريال مدريد. بس لو اتفرج على الماتش في الشوط الاول ممكن يغير الماتش، يقول لك مش هتفرج على خلصان 0-0. تاني الماتش الثاني مفيش متعه طول ال 45 دقيقه التانيين، فكان من امتع ماتشات الجوله دي الصراحه. وتعادل عادل. تعادل عادل، انا شايف تعادل عادل. دي حقيقه. نخش على ريال مدريد ومارسيليا. ماتش لتاني مره هنتكلم على الماتش بتاع الريال سوسيداد، هنتكلم عليه في الحلقه بتاعت الدوريات. بس التاني مره تشابي الونسو يتحط قدام مواجهه فكره 10 لعيبه في وقت يعتبر بدري شويه في الماتش ويقدر ياخد 3 نقط. ريال مدريد بدا بدايه حلوه وحاسس ان هو عارف يلعب كوره، بس مع ذلك بقالنا كتير قوي الشوط الثاني ريال مدريد اداها بيقل. يعني مش عايز اقول ان الطرد فرق، لان انتوا كسبتوا الماتش في الاول وفي الاخر. بس انا مش شايف ان ده ريال مدريد اللي بيلعب كورته المعتاده، اللي هو بينزل يخلص الماتش. انهي ريال مدريد؟ انهي ريال مدريد؟ انت جاي من ريال مدريد انشيلوتي ما كانش فيه كوره. مش ريال مدريد انشيلوتي، ريال مدريد زيدان. الفرقه اللي كانت بتنزل تخلص شوط اول 2017 طبعا لسه بدري. فانت بتلعب مارسيليا كمان، يعني خصم مش اللي هو بس فريق حلو بيلعب كوره. فريق كان كويس، عامل فريق حلو، وهو اصلا بيلعب كوره حلوه وانا بحبه وتصريحاته حلوه. وطلع الراجل قال لك انا فينيسيوس دي مش ضربه جزاء، طلع قال لك طرد كارفاخال دي يعني كانت في دوريات عادي بتتحسب انذار. فهو انا بحب كده التصريحات، محايد جدا وهو بيلعب كوره بصراحه. خش على الماتش اللي بعده. يلا بينا. توتنهام وفياريال. يعني الفريق اللي مش باين له ملامح. توتنهام بس بدايه قويه، كيرف بينزل، بيالا تاني بيكسب اول ماتش في دوري الابطال. اي نعم فياريال مش اللي هو يعني، بس مش حاسس الفريق ده، مش حاسس. بس خلينا متفقين اللي هي بدايه سيزون افضل بكتير ما احنا كنا متوقعين. بالظبط. توماس فرانك عامل، انا قلت لك في حلقه قبل كده، قلت لك المدرب ده كويس،
نازل هو بيلعب كورته اللي هو كان بيلعبه مع برينتفورد، فهو عامل شكل للفرقه وعامل حاله للفرقه. فاعتقد ان توتنهام هيكون من المتاهلين السنه دي في دوري ابطال من اول 8 توقع حلو بصراحه، وانا شايف اللي هي تبدا ب3 نقط وهم بادئين بدايه غير متوقعه افضل بكتير من الواحد كان متوقع. فخلينا نشوف هيوصل ايه. الصراحه الماتش اتفرجت عليه هايلايتس بس طبعا، بس توتنهام لعبت بقى زي ما بدات السيزون، ماتش حلو. بايرن ميونخ تشيلسي 3-1 لبايرن ميونخ، نتيجه منطقيه في المانيا. منطقيه بالظبط، انا شايفها منطقيه. يعني انا كنت مستني الصراحه من تشيلسي يبقى في زي ما يقول كده مقاومه اكتر من كده. تشيلسي برضو دول يعتبروا ابطال العالم، بادئين الدوري مش افضل حاجه، كان ممكن يبداوا اكتر احسن بالزبط. من كده بيضيعوا نقط سهله. بس بايرن دي بدايه حلوه، هم عايزين البدايه دي. هو كين شكله فايق من اولها، وكومباني لازم يعمل حاجه السنه دي، انه ما عملش حاجه السنه دي باي باي. هيمشي. انا برضو شايف يعني بشاركك نفس الراي، فخلينا نشوف كده بايرن وتشيلسي هيروح فين. بس انا شايف ان هي نتيجه منطقيه يعني. باريس واتلانتا 4-0 لباريس، نتيجه منطقيه برضو. في فرنسا اتلانتا مش اللي هم من سنتين ثلاثه الفريق باريس نفس قوه السنه اللي فاتت. نفس قوه. اعتقد ان هو السكواد لسه واقف على رجليه وزي ما هو، خصوصا ان هم بعد ما ريحوا كمان في التوقف الدولي وبتاع، اللعيبه استعادت قوامها اللي هو بالظبط. مش ممكن ما نقولش مرشح اول، بس طبعا مرشح قوي جدا للبطوله. فخلينا برضو نشوف اخر ماتش في الجوله اتلعب لحد دلوقتي، ليفربول واتلتيكو مدريد. ماتش غريب وحلو. صلاح عمل ماتش ممتاز من بدايه صلاح اللي هي الحقيقيه من الموسم ده، دخل السيزون بالظبط. مش عارف، انا مش حاسس ارني سلوت. هو ارني سلوت السنه دي طبعا ليك حق، انت اللي بتشجع ليفربول تحس اللي هو احنا هنفضل طول الماتشات. لعب كام 5 ماتشات، الخمسه بيكسب في اخر 10 دقائق، الخمسه بيكسبهم بنفس الطريقه. بس خلينا نقول الماتش ده الوحيد اللي ليفربول لعبت لحد ما كويس. حتى انا قلت لك واحنا بنتفرج ليفربول محتاج يدوق فكره اللي هو يلعب كويس ويخسر النقط، بس هو كسب برضه النقط وده المهم. هو بيعرف يكسب على انفيلد. لعيبه كانت كويسه، بس انا عندي مشكله في خط الدفاع، عندي مشكله في خط النص برضو، مش اللي هو مش اللعيبه الديفندرات اللي بتقفلها خط النص. اتلتيكو مدريد الاجلي فوتبول بتاعت سيميوني، ليورنتي والتخصص. هو قدام ليفربول بيفوق. هو في الشامبيونز ليج عموما بيلعب ماتشة حلوه، وانا شايف لا اتلتيكو مدريد يعني مش معاك قوي في فكره ما لعبتش اجلي قوي. لعب اتلتيكو مدريد اللي هو اللاعب اللي هو بقاله فتره اللي هو بيستنوا الفرصه، والفرصه لما بتجي لهم تلاقيهم بيلعبوا كوره حلوه، واللي هو بنفضل دايما نسال نفسنا طب لو لعبت الكوره دي طول الماتش ايه اللي هيحصل؟ ده السؤال دايما اللي هو نساله نفسنا. انا شايف ان ليفربول سرق الماتش. هو طبعا في الاخر 2-2 وفي اخر دقيقه كده يحطوا الجون، دي طبعا يعني يعتبر سرقوه من اتلتيكو، بس ليفربول كان افضل. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا دوري ابطال اوروبا بالنظام الجديد لسه طويل على مدار السيزون كله، فخلينا نشوف في مفاجآت وفي نتائج كبيره بتحصل. تعال كده توقع سريع لابرز ماتشات الاخيره في الجوله. مانشستر سيتي ونابولي، وهبتدي بيه عوده بقى كيفن دي بروين للملعب. دي بروين في الاتحاد. هيبقى ماتش حلو بالسهل، بس مان سيتي هتكسب. انا بقول لك ماتش حلو في الاتحاد وكل حاجه، بس مانشستر سيتي مش هيكسب. انا مش في حالته. نيوكاسل برشلونه في نيوكاسل. بقول لك انا طبعا ده الماتش اللي هتفرج عليه في الاغلب، بس برشلونه هتكسب كمان ايزي. هتكسب ايزي في نيوكاسل. هتكسب. مش عارف انا بعند في ماركو ولا ايه، بس انا بقول لك الماتش مش هيكون سهل ابدا. انت عارف انجلترا والجرينتا، ف لو يعني نيوكاسل ما خسرش هيبقى نتيجه التعادل هي اللي هتحسم الماتش ده. فطبعا خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الماتشات اللي جايه. لسه السيزون طويل والدوري طويل. فبس ده كان ملخص سريع كده عن ماتشات دوري ابطال اوروبا اللي اتلعبت واللي لسه هتتلعب. هنكمل بقى معاكم على مدار السلسله دي في دوري ابطال اوروبا طول السيزون مكملين، ونشوفكم بقى في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لنا شير وسبسكرايب الشانل بتاعتنا على اليوتيوب وتيك توك وانستجرام والسوشيال ميديا بتاعتنا كلنا. نشوفكم في حلقات جايه كتير. باي باي.